إذا كنت مهتم بأخبار المنتخب العراقي سوي لايك وتابع الفيديو للأخير. كاساس خلال 50 يوم مع كادره التدريبي راقبوا 109 لاعب، سيتم اختيار أفضل 23 لاعب والذهاب بهم إلى إسبانيا. القائمة الأولية ضمت لاعبين من إنجلترا وهولندا والدنمارك والسويد والولايات المتحدة وسويسرا والبرتغال. وبشكل رسمي كاساس يضم اللاعب كيفن يعقوب لاعب نادي روس الدنماركي صاحب العمر 22 سنة. نادي روس القريب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. الآن وصول اللاعب آلاء فاضل لاعب نادي غوتبورغ السويدي للالتحاق بتدريبات منتخب الشباب في العاصمة بغداد استعدادا لنهايات كأس العالم في الأرجنتين للشباب. كاساس سيضم اللاعب آدم رشيد للقائمة الأولية بشكل رسمي بعدما راقب اللاعب بشكل مكتف خصوصا ضد المنتخب البرازيلي وضد نادي بيتيس. حسب تصريح عدنان درجال أمين الدخيل وافق رسميا للمنتخب العراقي وسيلعب في كأس آسيا 2023 مع المنتخب العراقي لقيادة الدفاع. عدنان درجال هدف أن يصبح العراق من أفضل 4 منتخبات في آسيا خلال سنة 2025. اليوم كاساس سيذهب إلى قطر لحضور قرعة كأس آسيا 2023. بعدها سيأتي إلى بغداد للقاء مع كادره التدريبي وثم الذهاب إلى الأرجنتين ليكون مشرف مع المنتخب الشباب.